هل تتخيل ان بعض من الناس اللي انا ذكرت اساميهم دول او كانوا رؤساء للنادي الاسماعيلي كان بيروح فرحان انه قاعد جنب حسن حمدي؟ يبقى عيب عند مين؟ عيب في اللي بيمثل الاسماعيلي. كابتن اسامه خليل ممكن يتكلم 5 ساعات 5 ساعات، واخد بالك انت، عن فساد وعن مش عارف ايه، وما تاخدش منه واقعه واحده. هناك تخبط اداري وفي عشوائيه في اتخاذ القرار وفي اهدار للمال العام. كابتن اسامه خليل مشي ساب النادي الاسماعيلي وراح امريكا، والمفروض انه كان ماضي على ورقه انه يرجع النادي الاسماعيلي او يدفع $100,000. ما رجعش النادي الاسماعيلي، راح النادي المصري، قعد في النادي المصري، عمل تمرد هو مجموعه من اللعيبه وبطل كرة بقرار من اتحاد الكرة. بس على طول هو ده الواقع على فكرة. وانا هجيب الناس اللي تابعي من اعضاء في جمعيه العموميه ونروح نديله صوت عشان نشوف الفكر الثوري والفكر المحترم والصافي والنقاء، واخد بالك انت، يجي يدير النادي الاسماعيلي يورينا هيعمل ايه. اجري ورا الاستاذ نصر ابو الحسن عشان اقول له تعالى انا اجدد للاستاذ حسني عبد ربه. ايه دي ايه؟ شر البليه ما يضحك. سيبك من الكلام ده، كل ده تمثيليات اهي، كل ده افلام سينمائيه. كلام عليه جمرك. نصر ابو الحسن وبعدين انا قاعد اكلمه كل شويه. خلاص غلطة مين؟ غلطة حكومة، غلطة مجلس إدارة، مش غلطته هو. خلاص رؤساء الأندية والمرشحين كلهم عندنا عايزين الفترة الجاية تكون أحسن إن شاء الله.